وفي ولد تلاقيه مع علاقه مع 3 4 بنات، وفي بنت تلاقيها في علاقه مع 3 4 ولاد. كل ده عجن وعك والله، واهانه لنفسك انت في الاول وفي الاخر. عارفين حاجه اسمها الكارثه العاطفيه؟ تلاقي الشخص خرج من علاقه لسه مخلصها اهو النهارده مثلا، يعني لسه مخلص علاقه، تلاقيه يعمل ايه؟ خلص العلاقه الصبح، تلاقيه بالليل بيدور على علاقه تانية. هي دي اسمها كارثه عاطفيه. الفراغ اللي جواه من العلاقة الأولانية يروح يملاه بعلاقة تانية. اهي دي كارثة عاطفية. ليه؟ عايز حد يملاله الفراغ. هو ما بيحبش، الشخص ده ما بيحبش، وانتوا لازم تتأكدوا من ده في حياتكم، من الناس اللي معاكوا أو من نفسكم. العلاقة اللي الشخص داخلها معايا، ما انتش عارف هو قبلك عمل ايه. العلاقة اللي الشخص داخلها معايا ده، هل هي علاقة سوية؟ عايزني فعلا علشان بيحبني؟ اللي عنده الكارثة العاطفية ده ما بيحبش حد، ده ما بيحبش الا نفسه، بيحب نفسه بأنانية شديدة جدا جدا جدا، لدرجة ان هو بيعوض اللي في الفراغ العاطفي ده بأي بنت من البنات اللي حواليه، او زوجة للأسف تتطلق وتروح بعد كده تتجوز حد تاني على طول. مفيش سرعة غير طبيعية في الارتباط. هذه الكوارث العاطفية بقى. ده بيعمل مع الوقت نوع من أنواع التبلد في المشاعر. مشاعر الشخص ده بتصبح مع الوقت متبلدة. هو عايزك موجود معه خلاص، لكن ما بيحبكش، ومع الوقت هيهملك وهيسيبك ومش هيتكلم معاك ومش هيرد على رسائلك ولا تليفوناتك، بس هو عايز وجودك وخلاص، وجودك في حياته وخلاص. انا عايزك تبقى موجود، لكن لا بحبك ولا بتاع، انت مالي وجودك لوحده في حياتي مالي فراغ. فمع الوقت طبعا الشخص اللي قدامه ما بيتقبلش الموضوع ده. ليه؟ لان ما فيش حد بيتقبل في علاقة ان هو يبقى عامل زي الفازة اللي محطوطة في فاترينا. اي حد بيخش علاقة بيبقى عايز مشاركة، عايز يتكلم معاك، تبادل. ده ما بيتبادلش، هو عايز وجودك وخلاص. فطبعا برضه هينفصلوا تاني، فيصاب الشخص ده بقى بإيه؟ يقول لك الدنيا ما بقاش فيها حب، الدنيا باظت، مش عارف ايه، والكلام بقى اللي احنا بنسمعه من الستات والرجاله، اللي هم يقعدوا يقول لك لا ما تتجوزش، ما فيش حاجه اسمها حب، ما فيش حاجه اسمها مش عارف ايه، ويقعدوا ينكروا وجود الحب ووجود العلاقات الطيبه اللي موجوده في حياتنا بسبب الموضوع ده. بسبب ان هو بيبقى عايز علاقه يخلص علاقه يخش في علاقه، يخلص علاقه يخش في علاقه. مفيش حاجه اسمها كده. لما تخلص من علاقه وتنتهي من علاقه، ادي لنفسك فرصتها لحد ما انت تتعافى تماما من العلاقه اللي فاتت دي علشان تخش علاقه جديده. مش تخلص من هنا تخش من هنا بعد هنا. ما انا ليا بقى صاحبتي ديت، اما اروح اتكلم معاها والون عليها شويه واقول لها ان انا بحبك عشان تعوض العلاقة الأولانية. هي دي بقى الكوارث العاطفية اللي الناس بتعملها في نفسها. الحاجات دي بتدمر القلب، الحاجات دي بتدمر المشاعر، الحاجات دي بتخليك مع الوقت ما تدوقش طعم أي حاجة موجودة في الدنيا. عمرنا ما سمعنا عن حد مثلا سوي وعاقل كان بيخلص علاقة تاني يوم يخش في علاقة تانية، أو بعدها بشهر يخش في علاقة. ادي لنفسك وقت، ادي لنفسك وقتك 3 4 5 6 شهور، سنة، سنتين، 10. ايه المشكلة يعني؟ هي العلاقات هتطير؟ الرجاله هيخلصوا؟ البنات هتخلص؟ كل حاجه فيها وفره الحمد لله، علشان بعد كده تخش علاقه صحيه ما تتعبش في العلاقه دي.